بزاف ديال الناس هضروا على أهمية الإنصات وكيفاش خاصك تكون مستمع جيد وكذا، ولكن ما عمرني شفت شي واحد فكر مزيان في القيمة الحقيقية ديال هاد المهارة. الإنصات ماشي غير تسكت وتخلي المجال اللي قدامك يهضر، بل كاينين شي حوايج أعمق مخبية ورا هاد السلوك اللي كيبان لك أنت بسيط. هاد المجتمع اللي حنا فيه كيموت على شي حاجة سميتها الهضرة، وكيعطي قيمة كبيرة للناس اللي عندهم واحد القدرة على التعبير والإقناع. داكشي علاش كلشي ولا باغي يهضر، وصباح الإنصات واحد المهارة اللي مهمشة. الناس اللي كيهضروا مزيان كيعتقدوا على انهم هما اللي عندهم السلطه والسيطره، وكينساو باللي راه ما يمكنش شي واحد يهضر بلا ما يلقى شي حد اللي يسمع ليه. هنا كيجي الدور ديال الانصات، واحد الفن اللي كيشبه الثقيل، غير هذا زيد فيه واحد القوه خفيه ما كتبانش من الاول. ملي كتجلس مع شي حد وكتخليه يهضر وانت غير كتسمع ليه بتركيز، كتفتح راسك المجال باش تستوعب الكلمات اللي كيهضر بها وحتى المشاعر والتعبيرات الغير منطوقه اللي كاينه ورا كلامه. راه كاين فرق كبير بين واحد كيسمع غير باش يجاوب وبين واحد كيسمع باش يفهم. الاول كيكون مركز غير على الرد ديالو وكيفاش غيبين انه راه هو اللي عنده الحق، بينما الثاني كيكون مركز كيجمع في المعطيات وكيراقب الموقف من بعيد. باش تكون مستمع جيد خاصك تستوعب ان الكلام اللي كيتقال ماشي ديما كيعكس الحقيقه الكامله. بزاف منهم كيكثروا عليك الهضره غير باش يغطيو على المخاوف ديالهم ولا نقاط الضعف وزيد. ملي كتسمع مزيان وكتفهم الرسائل المخفيه ورا الهضره، كتولي قادر تتحكم في الاتجاه ديال الحوار بلا ما تفرض راسك او تبان على انك تقول. الناس اللي كيعرفوا الانصات مزيان كيعرفوا قيمه الصمت. راه الصمت ماشي غير غياب الكلام، ولكن واحد الفرصه باش تفكر وتحلل قبل ما ترد. ملي كتكون ساقل وكتخلي الطرف الاخر هو اللي كيهضر، كيحس براسو هو اللي مسيطر على الموقف، ولكن في الحقيقه راه انت اللي كتحكم، حيتاش هو مشغول بدواوه وانت كتاخذ الوقت الكافي باش تحلل وتفكر على خاطرك بالحركه المواليه. الصمت كيعطيك واحد القدره باش تراقب كيفاش كيهضروا الناس وكيفاش كيتفاعلوا مع الافكار وشنو هو اللي كيبان عليهم من التعابير ديال الوجه ولغه الجسد. التفاصيل الدقيقه هي اللي كتخليك تشوف الصوره بشكل اعمق بلا ما تدوخ بكثره الكلام. ملي تكون في شي حوار ما تعتقدش على انك انت اللي خاصك تهضر بزاف باش تفرض رايك، بالعكس ملي كتسمع مزيان وكتخلي اللي قدامك يهضر بحريه، كيوصل لواحد النقطه اللي كيعري فيها على الافكار ديالو، وهنا كتبدا انت تتحرك في صمت. ملي تلاحظ شي نقطه ضعف او حاجه اللي كيهضر عليها بزاف، كتقدر تدخل في الحوار في هذه اللحظه باش توجه الحديث في الاتجاه اللي كيناسبك، ولكن ماشي بالضروره تكون كتهجم ولا كتحاول تربح النقاش، ولكن كتقدر تستعمل هذه المعلومات باش توصل لنقطه التفاهم او تفتح باب جديد في الحوار. ملي كتشوف ان اللي قدامك عنده شكوك ولا مخاوف، كتقدر تهضر على الحلول اللي كتريح هاد الشكوك بلا ما تخليه يحس انك كتستغل الموقف. هنا كيبان الذكاء ديال الانصات. مي خاصك تعرف ان الانصات بحد ذاته راه ما كافيش الا ما عرفتيش التوقيت الصحيح ديال التدخل. ملي كتكون كتسمع وكتجمع في المعلومات، خاصك تكون عارف وقتاش تدخل في الحوار وتقول الكلمه اللي غادي تقلب الموقف. هاد التوقيت هو اللي كيعطي الكلام ديالك القوه والتاثير. مثلا ملي تشوف اللي قدامك وصل لواحد النقطه في الحوار كتحتاج شي معلومه ولا توضيح، تقدر تستغل هاد الفرصه باش تدخل وتوضح الرؤيه ديالك. الناس اللي كيعرفوا يدويو من بعد الانصات بذكاء كيلقاو راسهم ديما مسيطرين على الموقف بطريقه هادئه، وهذه هي القوه الحقيقيه، انك تعرف كيفاش توازن بين السكوت والكلام باش تكون فعال وتخلي الاثار. اللي بغينا نوصلوا من هذا الشيء هو راه ماشي اي حوار خاصو يكون داير غير على الفوز ولا السيطره، وانما الهدف هو بناء العلاقات وتعزيز التفاهم بين الناس. ملي كتسمع لشي حد بشكل ايجابي وكتخليه يحس ان كلامه مسموع ومهم، كتخلق واحد الرابط قوي اللي كيكون مبني على الثقه وعلى الاحترام. هذا النوع ديال الانصات اللي هضرنا عليه كيعطيك واحد القدره على التواصل والفعاليه مع الناس، سواء في الحياه اليوميه ولا في الخدمه. فاش كيحس الطرف الاخر ان افكاره مسموعه وانك مهتم بالراي ديالو، كيبدا ينفتح معك اكثر، وكتولي عندك فرصه انك تفهم المواقف والاشخاص بشكل عميق. فاش ملي كترخي ودنك كتكتشف نقاط الضعف والفرص في الحديث مع اللي قدامك، وكتولي عندك صوره واضحه على شنو هو كيدمر وشنو هو اللي باغي يوصل ليه. وهنا كتعوج الحوار في الاتجاه اللي باغي بلا ما تفرض راسك. الانصات كيخليك ذكي حيتاش كيعطيك الوقت باش تفكر وتحلل قبل ما تدخل في الكلام، وهكا فاش غتهضر بقوه ومعنى بلا ما تحتاج تبلابلي بزاف. وكخلاصه الانصات راه ماشي غير سكوت، ولكن فن ديال التعامل مع المعلومات ومع الناس. ملي كتكون عندك هذه المهاره ديال الانصات بذكاء، كتصبح في المركز اللي كتجمع فيه المعطيات وتحرك في المواقف الصالحه ديالك. الصمت في هذا السياق يعطيك القوه،
باش تحلل وتفهم بعمق. الكلام القليل اللي كيجمع ما بين الانصات والتفكير كيعطيك تاثير كبير في الحوار. اذا باش تكون قوي في التواصل وفي الحوار خاصك تعرف كيفاش تكون مستمع ماشي جيد وانما حكيم، وكيفاش تستخدم الانصات كأداة باش تبني العلاقات ديالك وتسيطر على المواقف بهدوء.